الكبده تستوي معانا. بس نشيل ايه بقى. هي دي سلطه الطحينه ولا مشاوي؟ لا ديت سلطه المشاوي. المشاوي. امال سلطه الطحينه بتعملها بقى ايه؟ هنبدا نعملها برضو سلطه الطحينه. هنقول كل مكوناتها دلوقتي. معايا اهوت بقى البصله بتاعتي هنحط عليها التوابل. دي تكايه كويسه في السلطه. تحطي الاول لازم تحطي فيها التوابل كلها؟ نص معلقه كده من كل حاجه. طبعا بهارات وكزبره وكمون. والمقادير موجوده معانا على الشاشه لو هتحب. اللي عايز يكتبها. لازم تدعكيها كويس. دعكي البصلايه بتاعتك بالتوابل. اهي يا استاذ محمد. ونحط بقى عليها، هنحط طماطم، هنحط جزر، هنحط خيار، هنحط فلفل الوان، هنحط ليمون. تمام. وهنحط طبعا ربطه خضره او ربطه بقدونس. اهي معايا اهيت. هنحط كل المكونات دي بقى. نشيل الليمون كده. حابه تحطي قرن شطه حامي حطي. خلي السلطه جميله. هي اصلا السلطه ما بتحتاجش الا بالشطه. بتبقى جميله. خلاص اهو. قلبي بقى ده كله. دي سلطه الحاتي بتتقدم في المطاعم مع المشويات. طبعا حطي التوابل اللي انت عايزاها، مش شرط تحطي اللي انا حطيته، اللي انت حباه حطيه اهو. بس ده بقى خلاص نشوي. هنحط شويه زيت ونحط شويه خل. ادي السلطه بتاعتنا جاهزه. وسلطه الطحينه هنعمل سلطه الطحينه بقى. هنعمل سلطه الطحينه بقى. شوف بس الكبده ريحتها حكايه جميله جدا جدا جدا. طريقه خفيفه وسهله عن البصل، عن ما تحطي بصل اهو. طبعا بالبصل بتشيلي حلوه لوحدها. بتشيلي الثوم وتحطي بصل. الكبده العاديه البصل بتاعتنا بتشيلي الثوم بس وتحطي بصل، يعني برضو تدي للكبده صدمه وبعدين تنزلي عليها بالبصل. تمام اهي. خلاص ما فاضل نص دقيقه ولا حاجه وتتشال. هنشيلها من على النار. حطي بقى الكبده هنا. تشربي بقى الطحينه هنا. وديت السلطه. الطحينه هنا. سلطه الطحينه هي في المقادير موجوده على الشاشه اللي عايز يكتبها. وبرده هتخش الطبق برده مروانه على القناه بتاعتها على اليوتيوب. معايا طحينه ومعايا فصين ثوم ومعايا التوابل بتاعتك. فصين بس كفايه. معايا ربع معلقه الكبده خلاص كده استوت. خلاص بقى استوت. انا كده هتبقى خلاص ايه جاهزه. شايفين الجمال؟ تحفه.